السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات منصات التسويق بالعمولة أو منصات الدروب شيبينج. إن شاء الله فيديو النهاردة هنشرح منصة جديدة من منصات التسويق بالعمولة. بس قبل ما ننتقل للشرح يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عندك أي استفسار سيبه لنا تحت في الكومنتات وإن شاء الله هنرد عليكم. منصة النهاردة إن شاء الله منصة أو اسم المنصة اسمها منصة بيعلي. منصة بيعلي دي من أفضل برضو المنصات الموجودة في مجال التسويق بالعمولة، سواء لو هتسوق في مصر أو هتسوق بره مصر في السعودية. متاح مصر ومتاح السعودية. هسيب لكم رابط المنصة ورابط التسجيل أسفل الفيديو في الوصف إن شاء الله، أو في التعليق المثبت. هتفتح أو هتدوس على الرابط هيفتح معاك بالشكل ده. بتدوس على التسجيل كمسوق، بتكتب اسمك وبتكتب رقم التليفون والبريد وبتكتب كلمة السر، وبتضغط على خانة هل تريد التسجيل كمسوق. دي ما تنساش تدوس عليها وبتضغط على تأكيد. بتفتح معاك المنصة بالشكل اللي هتشوفه دلوقتي ده. المنصة بسيطة جدا، بتفتح معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. منصة عليها منتجات بس تقريبا كلها ملابس، هي منصة متخصصة في الملابس، زي برضو شرحت قبل كده. وفي برضو بعض الاكسسوارات وبعض الالكترونيات، بس التخصص الأساسي أو المنتجات اللي هتلاقيها الأغلبية على المنصة دي هي الملابس. المنصة بتفتح معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. متاح معاك زي ما قلت لك ان انت تسوق في مصر وفي السعودية، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات ازاي تعمل تسويق للمنتجات بتاعت حضرتك في السعودية او في اي دولة تحبها. المنصة بتفتح معاك بالشكل ده، بننتقل على طول لمنتجات مصر. بتفتح معاك بالشكل ده كده. منتجات الملابس، جميع الملابس متوفر عليها كمية حلوة ومتوفر عليها شغل وملابس وبراندات جديدة وبراندات محترمة ولبس خامات نظيفة جدا. موجود عليها كل شغل الملابس على المنصة دي من أفضل شغل الملابس أو من أفضل جودة في جودة الملابس. بتفتح معاك المنصة بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كده. ولنفترض جه لحضرتك اوردر وعايز تخش او تأكد الاوردر ده. وقبل ما انسى، متاح معاك التسويق في المنصة دي ازاي. ممكن تسوق عن طريق اللينك او عن طريق الميديا، او اللي انت بتنزل ستوريهات او تعمل اعلانات وبتنزل صور المنتج وبتطلب انت للعميل يدوي. ومتاح معاك عن تسجيل اللينك، وهي برضو نفس العمولة. هي نفس عمولة التسويق باللينك أو التسويق العادي. بتفتح معاك أو بيفتح معاك المنتج لما بتضغط بالشكل ده. ولنفترض عايز تنزل المنتج، بتضغط على خانة لينك جوجل درايف للميديا. بيفتح معاك بالشكل ده. دي الميديا أو كل ما يخص المنتج اللي حضرتك هتختاره أو هتسوق ليه بيبقى موجود في الملف ده، بتنزله وبتبدأ تسويق على طول. لو دوست على حسابي وضغطت وضغطت ثانية واحدة بس نضغط تسجيل دخول. تمام. لو دوست على حسابي ودوست على عمولاتي، الخانة دي بيبقى موجود فيها إجمالي الطلبات اللي حضرتك عملتها والطلبات اللي اكتملت وصلت للعميل والعميل أو تم الدفع. ودي بتبقى إجمالي العمولات والعمولات المتاحة للسحب. يعني بيبقى متقسم زي ما حضرتك شايف: إجمالي الطلبات وإجمالي الطلبات المكتملة والعمولات المتاحة حاليا للسحب. لو دوست ده كده نسخ رابط الإحالة زي ما قلت لحضرتك قبل كده. رابط الإحالة ده متاح التسويق على المنصة دي من خلال الرابط، ومتاح التسويق من خلال الميديا أو التسويق أنت اللي بتسوق يدوي، بتعمل إعلانات ممولة أو بتنزل فيديوهات للمنتج أو صور.
لو دوست على نسخ رابط الإحالة بيقول لك تم نسخ الرابط. تقدر بعد كده تنشر الرابط على أي منصات، واللي بيخش من خلال الرابط وبيعمل عملية شراء بتاخد عمولتك كاملة من غير ما ينقص منها حاجة. نرجع تاني لمنتجات مصر. لو مثلا اخترنا عرض الأربع قطع ده، بيبقى مكتوب لك 700، ومثلا سعر المنتج 750 زائد رسوم الشحن. بيبقى مكتوب بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. متاح معاك ان انت تنسخ رابط الإحالة بتاع المنتج نفسه، ومتاح معاك تنسخ رابط صفحتك عامة اللي بيخش عن طريقك وبيعمل عملية شراء، بتاخد العمولة على طول. لو حضرتك مثلا جالك اوردر وعايز تأكده، بتختار المنتج والألوان والمقاس، وبتضغط على اشتري الآن. بيفتح معاك بالشكل ده. انا كنت طالب اوردر قبل كده، فجاي لي الاجمالي 1175، والعمولة على المنتجين 130، الاجمالي 1175. بتكتب الاسم او اسم العميل رباعي، وبتكتب رقم المحمول، وبتكتب العنوان ورقم المبنى او رقم الشقة والمحافظة والدولة، سواء كانت مصر او السعودية، وبتكتب المدينة اللي هو ساكن فيها، وبتكتب تعليمات لو في رقم تليفون تاني حابب تضيفه لمندوب الشحن، بحيث لو اتصل على الرقم الأول ولقى الرقم مقفول، أو في ملاحظات إن العميل مثلا بيتواجد في المنزل أو في البيت الساعة كذا، بتكتب له أي ملاحظات موجودة عندك، وبتضغط على المتابعة، وبتختار دفع عند الاستلام. كده انت مهمتك هنا خلصت. الباقي او اللي جاي، الخطوات اللي جاية خطوات الشركة بتتواصل مع العميل وبتأكد الأوردر وبتشحن وبتحصل المبلغ وبتنزل لك عمولتك على المنصة. لو وصفحة الهبوط أو صفحات الهبوط دي، إن شاء الله هيبقى في فيديو مخصوص بصفحات الهبوط، إزاي تعمل صفحة هبوط تعرض عليها منتجاتك وتسوق من خلالها. وهيبقى في فيديو إن شاء الله إزاي تعمل متجر مجاني مدى الحياة. بس ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وكل الفيديوهات اللي هتنزل إن شاء الله. هنا كده ممكن تحدد الحد الأدنى والحد الأقصى لأسعار المنتجات اللي أنت عايزها تظهر معاك. لو مثلا الحد أدنى عايز أقل حاجة تظهر لك من 100 جنيه لحد 1000 جنيه، بيظهر لك المنتجات اللي أنا قلت اللي هي في حد من 100 ل 1000. المنصة زي ما حضرتك شايف مش محتاجة شرح، منصة سهلة جدا. وحط لك برضو شرح المنصة، بيعرفك فيها المنصة وبيعرفك ازاي تستخدمها، وفي فيديوهات برضو زي كورس كده صغير علشان تعرف ازاي تسوق او ازاي تشتغل مع المنصة دي. ونشوف منتجات السعودية. بتفتح معاك المنصة لما بتضغط على منتجات السعودية بالشكل ده، وفي رابط إحالة بتدوس عليه بتنتقل من خلاله على الصفحة اللي فيها المنتجات السعودية، وبتبقى فيها حاجات أو منتجات تخص السعودية بس كده. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وأتمنى يا رب تكون استفدت. وما تنساش اللايك والاشتراك، ولو عندك أي استفسار أو أي منصة عايزين نشرحها يا ريت تسيبها لنا في الكومنتات. والسلام عليكم.